السلام عليكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا هتكلم في موضوع مهم قوي. دلوقتي انا في راس البر اهو، بصوا انا في راس البر. تمام. دلوقتي في موضوع رخم قوي في راس البر. هي كذا موضوع الصراحة. دلوقتي راس البر بقت للاغنياء فقط. احنا لقينا طبعا، احنا جايب جروب علشان نلم من بعض وكده، فجايب جروب يعني كله دافع عشان نعرف نصيف. ماشي. دلوقتي كل حاجة هنا في راس البر غالية قوي قوي. مواصلات، اركب مواصلات الاقي والله ما جت شارع، يعني نص شارع كده. قال 40 جنيه. ليه يا عم الحاج 40 جنيه؟ طب ليه؟ طيب 40 جنيه ليه؟ انا ده انت ما لففتنيش حتى راس البر، ده شارع نص شارع كمان والله ما كملتش. طيب ركبت برضو نفس الكلام تاكسي، يقول لي 30 جنيه. طب ليه يا جماعه؟ برضو قلت مش مهم. ثم والدتي كانت تعبانه وكده، رجلها اتكسرت اول ما وصلنا راس البر الحمد لله. ف فما تعرفيش بقى الاستغلال، عشان شايفين ماما مكسوره ومش هنتكلم. والله فعلا ما كنتش فايقه لهم وما كررتش اتكلم وكده، فما كنتش فايقه لهم لان انا بلف بماما في البلد، يعني بلد غريبه عليا. المهم رحت، اللهم صل على النبي، رحت للدكتور. الدكتور نفسه في استغلال فظيع فظيع. كشف وما كشفش. اشاعه 300 جنيه. يا دوبك هوب جه عمل اشاعه. بعد كده قال لها كسر. ما كشفش كمان، يعني شاف الاشعه وقال شكرا. اللي بتاع الكشف بتاعه 225 جنيه. يعني كده 500 جنيه، 525. ما كشفش كمان، ده قال لها شاف الاشعه وقال بس، والاشعه معموله عنده، قال ده كسر. طيب اعملي، هنعمل جبيره ومش عارفه. تمام، انزلي لو سمحت هاتي لي الحاجات دي من تحت الصيدليه. هوبا نزلنا جبنا الحاجه من الصيدليه، كام؟ 400 جنيه. 400 جنيه. طب خلاص تمام، جبنا الحاجه. يا دوبك ما عملش حاجه، لف الشاشه على رجلها و بس لف الشاش وحد الكبيره وشكرا. كام يا عم الحاج؟ 500 جنيه لوحدها. يعني انا دافعه للدكتور 1025. 1025 للدكتور لوحده وهو ما عملش حاجه. طب حضرتك بتستغلني على ايه؟ انت المفروض دكتور، تستغلني على ايه؟ علشان مثلا والدتي مكسوره في مكان مصيف كده يعني، تقوم تستغلني في حاجه زي كده؟ طب ليه؟ يعني ليه مش بتراعي ربنا في كل حاجه؟ الشقق نار، اسعار اكل شرب نار، آه مواصلات نار. ده غير طبعا، طبعا اللي معهوش ما يلزموش يا جماعه، عشان بس ما حدش يجي يقول لي اللي معاه مش ما يلزموش. طب في طبيعي. سنه واحده زي ما قلت لكم، انا جايبه جروب وجاي عشان نعرف نصيف نلف، معلش. يعني الواحد بيقعد من السنه للسنه يستنى وقت يخرج فيه، يعني نستنى وقت نخرج فيه. فلما خرجنا والحمد لله ان ما استمتعناش طبعا عشان والدتي تعبت وكده، رجلها كسرت اول ما وصلنا. فالحمد لله رب العالمين. طيب ده حاجه. الحاجه التانية ان دلوقتي، أنا مش عارفه الصراحه، المفروض المحافظ يطلع يتكلم في حاجه زي كده او يعدل الكلام ده، ما اعرفش فيه يعني ايه. اجيب ميكروباص او اجيب عربيه تيجي توصلني المفروض لحد الباب البيت، وادفع لها فلوس زياده عن المواصلات علشان توصلنا لحد باب البيت. وبعدين انت سعادتك تيجي تقول لي لا ممنوع دخول العربيات. اديني سبب معين يدخل عربيه غريبه، ان ممنوع تخش عربيه غريبه هتوصلني وترجع. اديني سبب. اديني سبب ان انا انزل والدتي ست كبيره ومعايا ست كبيره كمان، انزلهم في اول الطريق وبهدلهم وبهدل نفسي وبهدل الحاجه اللي معايا اللي احنا بنجيبها. احنا بنجيب اكلنا وشربنا معانا عشان ما نجيبش حاجه من هنا غاليه، غير السمك بقى لما بنجيب. اديني سبب تمنع العربيات دي تخش المكان وهترجع تاني. طب اديني سبب ان انت منعت الميكروباصات في راس البر، اللي هي كانت بتوديني السوق، بتوديني هنا ولازم استنى الطفطف، ولازم اقعد فتره لحد المواصلات ما تيجي. واديني سبب، مع ادوني يا جماعه سبب معين للحكايات دي. ايه السبب اللي يخليكم تعملوا كده؟ ايه السبب اللي يخليكم تمنعوا العربيات انها تخش راس البر او المواصلات العامه، المواصلات اللي جوه راس البر؟ ادوني سبب يا جماعه، اصل اللي انتوا بتعملوه ده في حاجه غريبه.
حاجه غريبه فعلا ان احنا يعني اتعب الناس الكبيره، اتعب نفسي، ابوظ الحاجه اللي معايا، ادفع فلوس زياده للمواصلات وتيجي تطلعني بره وتيجي تقف لي بره بعد كده. ادوني سبب يا جماعه، ادوني سبب. الشقه نار ليه؟ ما بتاكلش وما بتشربش شقه، ولا بتاكل ولا بتشرب. محدش يقول لي بقى ضرايب، محدش يقول لي الاسعار ومش الاسعار. ما انت ساعتك لو خدت حتى ايه في الشقه هتبقى كسبان. انت بتأجرها بالاسبوع، مش بتأجرها بالشهر. حتى لو أجرتها بالشهر تاخد حقك تلات ومتلت. ادوني سبب يا جماعة لكل ده. عايزة افهم، عايزة افهم ليه كل ده بيحصل، واشمعنى راس البر غالية قوي كده. طب انا رايحة اصيف، انا اقسم بالله لو ما كانش معايا جروب كنت رحت بالفلوس اللي انا دفعتها. كنت فعلا رحت شرم، رحت اسكندرية على الاقل. يعني كنت رحت هنا ولا شرم، ده على الاقل شرم حلوة الفها، ميتها حلوة. هعرف الف فيها، هعرف في اماكن جميلة هناك فيها. ادوني سبب يا جماعة لكل ده. يا ريت سعادة المحافظ يكلمنا يقول ليه بتعملوا كده يا جماعة في راس البر. يا ريت يشوف الموضوع ده، لان كده الصراحة السنة الجاية مش الواحد مش هيقدر، وهيقاطع راس البر ويشربوا الشقق بتاعتهم بقى يعني. والله لو احنا جدعان فعلا انا كده كده هقطعها السنة الجاية، مش جاية تاني الا لما اسعارها تتظبط والاستغلال بتاعها يقل شويه. يعني ايه اركب عربيه يقول لي 40 جنيه في نص شارع؟ يعني ايه؟ ليه؟ ليه تقول لي 40 جنيه؟ ليه تمنعني من متعه انا كنت باجي اشوفها حلوه كل سنه؟ فان شاء الله لو الموضوع ما ظبطش والموضوع ده لسه فاضل زي ما هو، ونامل يعني الخير في المحافظ الجديد. بس لو ما ظبطش يبقى اشربوا شققهم، وانا اول مقاطعين لراس البر ان شاء الله السنه الجايه. السلام عليكم.